خلينا نروح للإعلان عن المرشحين الثلاثة في مجال الابتكار العلمي. المرشح الأول هو صالح مهدي صالح من سكنة دهوك وعمره 25 سنة. وأنا صالح اشتغل على جهاز اسمه PCR كردي لاستنساخ الحمض النووي، أي طفرة علمية جديدة. المرشح الثاني هو أحمد جعفر مولود. وين أحمد؟ أهلا أحمد. العمر 25 عام. قدم نظام الآيتوك قدرة السيارات على إحداث تغيير جذري في تقدم ورفاهية الإنسان. أما المرشح الثالث هو ديار دلشاد من محافظة سليمانية وعمره 18 سنة. قدم لنا فحص كريات الدم الحمراء بدون سحب الدم، أي ابتكار طبي مختبري واعد. يتفضل الآن الصديق هشام الذهبي صانع الأمل لإعلان الفائز الأول في مجال الابتكار العلمي، فليتفضل. تحية كبيرة للسيد هشام الذهبي. ألف تحية، نورتنا. مساكم الله بالخير جميعا، بالتوفيق للأخوة القائمين على هذا المهرجان، وشكرا جزيلا لهم لإتاحة هذه الفرصة لي أن أكون من الأشخاص اللي يكرمون هذه النخبة المميزة من الشباب. طبعا لو علي كلهم فائزين، ولكن هذا نظام المهرجان. الفائز الأول في مجال الابتكار العلمي هو، يعني يعز علي أقول بس واحد، المفروض ثلاثة مكرمهم، ولكن كل اللي مشتركين بهذه الجائزة هم مكرمين أكيد، ومجرد وجودهم هنا هو إنجاز لكل الشباب اللي يمثلونهم. الفائز هو أحمد جعفر. ألف مبارك أحمد. نظام آيتوك. خلينا نشكر هشام الذهبي لأنه هو أيضا صانع أمل. شكرا. كلمة لك أستاذ أحمد. ليش آيتوك أحمد؟ سرطان يعني بتدي زور سباسي هموتان أكين قدم شوي. تفضل. أمرو كليرة أحمد أبون. مضبوط. 5 سال لسر يكتر من بجداريم لخلاطكان روانجا كردية. لبو أوي. حول دا بلانت هبي دەتوانیت پێی بگەیت، دڵنیا بە دەستبەرداری هیچ شتێکی خۆت مەبە. زۆر سپاس لە بۆ دەستگای ڕوانگە، یعنی بەجددی ئەوە یەکێکە لە خەونەکانم. ئەلحەمدولیلا سپاس بۆ خوای گەورە کە هاتە دی ئەو ڕۆژەم بینی. سەبارەت بە سیستەمەکەشم، سیستەمێکی زیرەکە بە حکمی خۆم ناو بەشی سیارات ئیش دەکەم، ئۆتۆمۆتیڤ. لە ڕێگای ئەو مەشاکلانەی کە ڕۆژانە تووشی بەکارهێنەران دەبی کە لەوەی ژیان ئاسانتر بکەین، بیرم کردەوە کە سیستەمێک دروست بکەین کە چیتر ڕێگە نەگری لەوەی کە با بڵێن هەندێک حاڵەتی نەخوازرا و ڕوودەدرە سیارەکان لە ڕێگای سیستەمێکی سمارتی تەلەفۆنیەوە کوچم بتوانی داخلی ناو عقلی سیارەکە ببیت، جا بتوانی دەرگای بکەیەوە سیارەکەی پێ بکەی یاخود GPS بە زۆر ئۆپشنیکە بتوانی سیارەکەی خۆت کۆنتڕۆڵ بکەیت. وإن شاء الله بردوامج دابين. دوباره زور سباس. شكرا أحمد. الفائز بالجائزة الثانية هو ديار دلشار. إذن ديار هو الفائز الثاني، أما الفائز الثالث فأكيد هو صالح مهدي صالح. ألف مبارك.